اطلعي بقى خارج الصندوق شوية واعملي افكار جميلة واشكال حلوة كده لولادك علشان يحبوا السندوتشات بتاعة المدرسة. بس دي بقى مش سندوتشات وبس يا جماعة، دي محشية حشوات مختلفة، وده يا جماعة عبارة عن باتيه. بس هنعمله النهاردة بفكرة كده جميلة وحلوة ولذيذة وكمان اقتصادية بدون اي مواد مكلفة. وزي ما انتم شايفين كده طالع هش وجميل قوي، وكمان الاشكال بتاعته كيوت خالص خالص النهارده، وده طبعا الشكل المتعارف عليه بتاع الباتيه. وتعالوا بقى نشوف عملنا الوصفه بتاعتنا ازاي النهارده من اول المكونات بتاعتها لغايه ما طلعت معانا بالجمال والقمر ده. يلا بقى، اول حاجه عندي هنا هبتدي بيها ان انا هعمل تنشيط الخميره او التست بتاع الخميره بتاعتي، علشان يعني احنا في وقت صعب ان احنا نهدر فيه اي حاجه. انا هنا ضفت كوبايه من الميه الدافيه، عليها ملعقه كبيره من الخميره الفوريه يعني بمثابه الكيس كامل، وعليهم ملعقتين كبار من السكر واتنين ملعقه برضو كبيره من الدقيق، وملعقه صغيره كده من البيكنج باودر. تمام. وقلب قلب 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 بقى كل ده مع بعضه، وهنسيبهم حوالي 10 دقايق لغايه ما نشوف الخميره بتاعتنا طالعه كده ناجحه وحلوه وهتبتدي كده تعمل فوم ولا لا. تمام. نيجي بقى هنا عندنا في العجان، او لو هتعجني في ايدك. تمام. هضيف هنا حوالي 5 اكواب من الدقيق، عليهم ملعقتين كبار من اللبن البودر. واللبن البودر هنا يا جماعه اختياري، هو بيدي تيست حلو لكنه مش متوفر عندك ولا تفرق معانا. وبرده ما توقفيش نفسك على اي حاجه، ما تصعبهاش على نفسك يا قمر. طيب دلوقتي بقى ان انا هديهم بس تقليبه كده في العجان، وشايفين يا جماعه الخميره بقت ازاي؟ ده بعد 10 دقايق بالظبط. بالمناسبه حطيت كمان رشه ملح مع الدقيق، ما ننساهاش. خلاص انا هنا بقى ابتدأت ان انا احط السائل عندي وكميه الدقيق، وهنا هحتاج ميه بس حاجه بسيطه قوي لغايه ما تبتدي العجينه تلم معايا كده. ويا جماعه بالظبط في الوقت ده ما تقللوش العجن عن 10 دقايق. بصوا شايفين المطه والعرق اللي عملته معايا ازاي؟ طبعا تقدري الخطوه دي تعمليها على ايديكي زي ما انت حابه، ولكن طبعا يعني هتبقى مجهود معاكي شويه، فالعجان هنا بصراحه مريح قوي يا جماعه. ضفت هنا ملعقتين كبار من الزيت في اخر خلاص العجن كده علشان يلم لي كده العجينه. بصوا يا جماعه هي بتلزق حاجه بسيطه قوي، يعني بصوا لو شفتوا كده يعني حاجه بسيطه قوي قوي بتلزق فيها، لكن شايفين المطه بتاعتها بقى حلوه ازاي؟ هنشيلها بقى ونحط زيت كده، هندهن الحله بتاعت العجان دي بزيت، او البوله اي حاجه انت هتحطيها فيها تخمريها فيها، وهندهنها بزيت كده، وكمان يعني مسحه بسيطه قوي على وش العجينه علشان ما تنشفش مني. وهبتدي ان انا اغطيها بستريتش راب، وهركنها بقى في مكان كده دافي حلو مده نص ساعه. طب ممكن الكراميل نزود عن كده علشان تخمر اكتر؟ لا، بصي نص ساعه بالظبط ما تزوديش. يعني انت ممكن تقللي على 25 دقيقه لو هتعملي الاشكال اللي انا هعملها دي، او يعني هتطولي شويه مثلا في التقطيع. لكن يا جماعه حاجه من ضمن الحاجات المهمه قوي في المعجنات، بلاش كل مرحله تخمر قوي. تمام. خلينا بس على المرحله الاخيره. تابعوني بقى لنهايه الفيديو عشان في الفيديو ده هتستفيدوا جدا جدا جدا. بدأت بقى بعد نص ساعة هنا اخدتها، واهم حاجة ندي بوكس العجين بقى ده يا جماعة، ده في حتة تانية. بعدين هنبتدي نقسمها على 3 قطع بالشكل ده، مش شرط متساويين بالظبط يعني، بس اهو هنقسمها كده كور على 3، وهركنهم بقى هنا. جبت كيس ودهنته حبة من الزيت، وبعد كده هحطهم واغطي وشهم بكيس تاني او بستريتش راب او بفوطة، المهم اني ما يبقوش مكشوفين. تمام. نركنهم بقى على جنب ونبتدي في اول واحده. انا هنا ما خمرتهمش يا جماعه، ابتدأت على طول. طيب دلوقتي بقى اسهل طريقه ممكن ان انا اكور بيها العجينه يا جماعه هي الكوبايه. عملتها معاكم في معجنات كتير قوي، فيديوهات كتير قوي قبل كده، وبجد بسرعه البرق يعني. بصوا مفيش يعني 30 ثانيه بتبقى مخلصه العجينه. بس اهم حاجه ندهن حواف الكوبايه الاول بالزيت، لان العجينه زي ما قلت لكم بتلزق حبه، وانا يا جماعه عايزاها تلزق. تمام. مش عايزينها تبقى يعني ناشفه. اول حشو هنا عندي اخدت كوره كده من الكور الصغيره دي وفردتها، ممكن تفرديها بسمك اعلى من كده لو انت حابه التوريقات تبقى ظاهره قوي. وحطيت هنا اول حشو معايا نوتيلا، طبعا اي نوع متوفر عندك، اي شوكولاته قابله للدهن، اي سبريد عندك حابه تحطيه. تمام. بصوا بقى ده اول شكل معانا، وده ابسط شكل يا جماعه، وبجد سريع سريع ومنجز قوي. بعمل كده خطوط بالسكريبر، وبعدين او بسكينه
متوفر عندك، وبعدين بلف رول بالشكل ده فبيبقى شكله خطير بعد ما يخمر. وهقولك لو عايزاه اعلى سمك شويه هتعملي ايه. تاني حشوه معايا هنا كانت مربى الفراوله، يعني اول حشوه عملتها نوتيلا، سبريد نوتيلا. وتاني حشوه معايا هنا كانت مربى الفراوله. وبصوا بقى يا جماعه بنلف هنا بكل سهوله. تالت حشوه معايا هي كانت مربى التين، وسبق ما احنا عملناها قبل كده من حوالي اسبوعين تقريبا. عملناها مربى بيتي، عايزه اقول لكم طعمها جميل 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 قوي. ودول اول 3 حشوات انا عملتهم. والحشوه الرابعه بقى هجيب برضو كوره صغيره وابتدي ان انا احشيها هنا جبنه. احشي بقى اي حاجه انتي عايزاها، ممكن تحشي حلاوه طحينيه، بس انا عايزه اقول لكم معلومه هنا عن الجبنه، نحاول نستخدم جبنه تكون ناشفه ما يكونش فيها سوائل. فانا هنا استخدمت الجبنه البرميلي. هتروحي عند اي سوبر ماركت هتقولي له انا عايزه جبنه برميلي هيديها لك، وهتبقى طعمها خطير خطير قوي في المعجنات. بصوا بقى عملت شكل بيضه كده، ودلوقتي بقى هعمل شكل الودان القمر دي بالمقص زي ما احنا شايفين. وهاخد كده الجزء اللي قدام ده شده شويه، وده هيبقى البق بتاعه. والعينين هنا عباره عن فلفل اسود او ايه، او ممكن لو هتحشيها حلو وتحطي شوكليت شيبس او كريسبي بيبقى بيدخل الفرن ما بيسحش يعني. وحاجه كده جميله قوي بقى، تسميه ارنوب تسميه فار براحتك، عايزه تعملي ديل ابدعي بقى، ابدعي ابدعي ابدعي. تالت شكل معايا هو الشكل الوزه. بصوا بتفرديه كده، ده طبعا انا ما حشيتهوش، فده بتعملي بس رول كده، بترفعيه خالص خالص. وبعدين بصوا يا جماعه انا مش محتاجه اشرح بصراحه، قدامكم يعني الفيديو وظاهر كل التفاصيل. وبالشوكه كده نعمل لها ايه بقى الديل بتاعها، بطه بقى وزه زي ما تيجي زي ما انتي حابه. طبعا كل الكلام ده دلوقتي هيكبر قوي لما يخمر. هنا اهو لما خلاص خلصت اول صينيه كانوا الاولانيين خلاص ابتدأوا يخمروا يعني بالفعل. دلوقتي بقى هعمل اخر شكل معانا ومن غير زبده يا جماعه خالص. دي سمنه عاديه، سمنه بلدي بقى، سمنه مهدرجه، اي حاجه موجوده عندك. فردت اخر قطعه من العجين عندي بالشكل ده، وهبتدي ان انا اورقها بالزبده زي ما انتم شايفين او بالسمنه. انا هنا استخدمت السمنه، عندك زبده كان بها، ما عندكش زبده استخدمي سمنه، ما عندكش سمنه استخدمي زيت، ما توقفيش على حاجه. وجبت بقى كميه حلوه كده من الجبنه البراميلي برضو اللي انا بحشي بيها كنت شكل الارنوب او الفردة. وهبتدي ان انا اقفل كويس قوي، وبعد كده هلفهم رول. انا هنا يا جماعه مرققه العجينه قوي، لو عايزه تحصلي على طبقات واضحه قوي من جوه خلي العجينه تكون اتخن من كده شويه. بس انا بصراحه حبيتها كده علشان تلف معايا كده، واضمن ان هي هتقفل على الجبنه جامد جامد معايا. بص بقى اهم حاجه تقفلي التقفيله الاخيره دي، وطبعا القفله دي هي هتبقى من تحت في الصاج. وهنبتدي بقى نقطعها. وده يا جماعه شكل الباتيه العادي اللي احنا كلنا عارفينه وبنجيبه من الافران، بس طبعا حاجه حلوه مضمونه نظيفه معموله في البيت وبجد كده خطير. هبتدي بقى نحطهم على الصاجات اللي عندي، وهسيبهم يعني حوالي نص ساعه كمان يخمروا، مش اكتر من كده. عايزه تسيبيهم ساعه الا ربع تمام، بس ده هيبقى على حسب الجو اللي هو محطوط فيه. طيب للوش هنا ممكن نعمل اكتر من حاجه. انا علشان عامله فيها سندوتشات حشوات حلوه فحطيت هنا صفار بيضه، ومعاه ملعقتين من الحليب، ومعاه رشه كده بسيطه او ذره بسيطه قوي من الفانيليا السائله. ممكن تحطي رشه من الملح بس لو انتي مش حاطه اي حاجه فيها حلويات كحشوات يعني. وطبعا بالفرشه كده وابتدي ان انا ادهن الوش. ممكن تديني حليب بس، ممكن تديني ميه بسكر عادي جدا يا جماعه. بصي يعني اي حاجه متوفره عندك اعمليها. ممكن ملعقه من النسكافيه سريع الذوبان تكون صغيره على ملعقتين 3 ميه وتدوبيهم برضو تديني بيهم، هيديكي تيست ولون حلو قوي قوي في الفرن. تمام. نبتدي بقى نعمل اشكال القمر بتاعتنا دي بالخليط بتاع البيض والحليب ده. وده بقى الباتيه اللي بعد ما خمر. بصوا بقى انا يعني عملته صغير علشان كبروا جامد يا جماعه فانا عملتهم في البدايه كانوا ميني، فعلشان كده حاولي يعني ما تقطعيهوش كبير قوي لانه بيكبر لما بيخمر. طول ما خميرتك ناجحه وشغاله حلو هيبقى معاكي الحجم زي الفل. وزي ما احنا شايفين كده بقى نجيب سمسم، حبه البركه، اي حاجه عندك حابه ترشيها حابه تدخليه كده، ده لك مطلق الحريه بقى فيه.
وكده بقى يا جماعة الباتيه بتاعنا النهارده خلص خلاص. وتعالوا بقى نشوف الهشاشة والحشوات. واثناء ما انا بوريكم الحشوات بقى هقول لكم على طريقة التسوية كانت ازاي. دخلته على درجة حرارة في الفرن على درجة حرارة 200، من 200 ل 220، ما تستغربيش. بياخد بالظبط قد ايه؟ من 12 ل 15 دقيقة على حسب حرارة الفرن بتاعتك. طيب الفرن ببقى مسخناه قبلها بحوالي 10 دقايق، واول ما بدخل بيه بستنى بالظبط 6 دقايق او 7 دقايق، واروح مهديه النار. بدل ما 220 تبقى مثلا 200، لو انت فرنك عالية يبقى بدل ما 200 تبقى 180. ليه بقى؟ علشان يستوي حلو معايا كده من جوه وما يطلعش معايا معجن، يبقى هاشش كده وحلو زي ما احنا شايفين. طيب ايه بقى تاني؟ بعد ما ال7 دقايق دول اوطي النار عليه شوية، بسيبه حوالي 6 دقايق كمان او 5 دقايق، وببتدي ان انا اشوف واتابعه بالشواية. انا بقى عندي مروحة في الفرن، فبصراحة دي بتوفر قوي قوي معايا في حتة ان انا اشغل الشواية. فانا ما بشغلش الشواية يا جماعة، المروحة مع السخونية مع الخليط بتاع الصفار البيض والحليب ده بيديله اللون الجميل ده من فوق. بصوا بقى كان طعمه خطير خطير قوي. يلا اعملوه بقى لاولادكم، واكتبوا لي في الكومنتس بقى، وابعتوا لي تطبيقاتكم على الفيسبوك، هنزلها على الصفحه عندي باسمائكم. وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. انا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. انزلي تحت اعملي سبسكرايب للقناه، واكتبي كمان كومنت حلو كده، وشير ولايك بقى كتير لو عجبكم الفيديو.